سعد كبهة وابن المرحوم شفيق كبهة. طبعا أول شيء نعزيكم ونشارككم الأحزان بعد ما فقدتم الوالد بحادث قتل أو غدر في مدينة أم الفحم. طبعا الحادث وقع كثير أثر على كافة أم الفحم وكافة المنطقة ودعارة حتى. كثير ناس بتناقلوا بالفترة الأخيرة عن إشاعات خلينا نقول عن أسباب قتل والدك. لو تشرحها أكثر شو اللي صار لو بتعرف أي موضوع؟ والله الصراحة بقدرش أفيدك بكثير أشياء، اللي بقدر أقول إنه فيش إشي الحديث هسه متضح. شفيق كبهة بني آدم محبوب وكل الناس بتعرفه وبتحبه، وأكبر دليل قديش في ناس أجت تواسينا وقديش ناس شاركت في الجنازة. هذا إذا دل على شيء فبدل إنه قديش هذا البني آدم كان طيب مع الناس ومحبوب. لو إنه مش محبوب تجيش كل هاي الناس. وضربنا حب عبده وحبب عباده فيه. وشفيق بني آدم مؤمن، مصلي صايم، بيقرأ قرآن، بيعرف ربنا، بخاف ربنا بكل كلمة بيقولها، بخاف ربنا بمعاملته مع الناس، بيتعامل مع الصغير صغير، مع الكبير كبير، بيحترم الصغير قبل الكبير. وفيش حاجة عارف مين شفيق كبهة يعني كل الناس تعرفه أكيد. أما بالنسبة للحادث اللي صار، أو خلينا نقول المأساة اللي مش بس إلي، مأساة لكل الناس اللي بتحب على كل المستويات. فلحديت هسه فيش كثير معلومات، وإحنا يعني بنتهمش ولا أياتا جهة ولا أياتا بلد ولا أياتا حركة. إحنا بنحترم الناس كلها وبنعزها كلها، وبالتالي الموضوع عند الشرطة وآخرته ربنا بظهر الحق ببين لكل الناس. أما كل ما يثار حوله شو الناس بتخرف، فالناس تعودنا عليها كل حياتها تطلع دعايات وإشاعات عن هذا الفنان، طبيعة شغله بحكم شغله. أما كاتهامات لناس معينة هسه احنا نوجهش اتهامات، والموضوع لأنه تناقلوا بالفترة الأخيرة قبل امبارح واليوم عن عائلة معينة في مدينة أم الفحم منها المتهم بقتله أو الحركة الإسلامية إنها قامت بقتله حسب الإشاعات والشيعات، خصوصا في منطقة الشمال. أنا سمعت إنه اتهموا أم الفحم. أول إشي أنت بتقدرش تتهم بلد بأكملها، لأنه أم الفحم شفيق كبهة بحبهم وهم بيحبوه. أما إذا في حالة كان في أفراد معينين اللي هم عملوا بهذا العمل سواء من أم الفحم أو من غيرها، بتقدرش تتهم بلد شاملة. هاي يعني كل بلد تلك فيها شوية حشاك، يعني آسف على التعبير، شوية وسخ لازم يتنظف، وهذا بتنظفش إلا إذا تعاونوا أهل البلد مع بعض إيد واحدة، وقفوا إيد واحدة، والشرطة قامت في عملها وتعاونت برضو مع أهل البلد. لأنه بصيرش أنت توصل لمرحلة إنه ينقتل عندك 100 شخص مثلا ما تلقاش قاتل واحد. هذا الاشي مش منطقي، بدل بس على اشي واحد انه مش قاعدين بيقوموا بعملهم. وانا بطالب انه يقوموا بعملهم، وانه بالتحقيقات المفروض يصلوا لنتيجة، واذا ما وصلوش لنتيجة اذا بدل على اشي بس بدل على تقصير من الشرطة، نقطة اول السطر. اما الحركة الاسلامية وايات حركة وايات بلد احنا ما نتهمش ولا حدا يا عمي، والموضوع عند الشرطة وهي بالاخر تتوصل باذن الله لنتيجه. وكيف انتم تقبلتوا الامر مع انه نزل كل صاعقه على كافه الوسط العربي بشكل عام؟ كيف تقبلتوا هذا الامر؟ كيف تقبلنا هذا الامر؟ اول شيء احنا ناس مؤمنين، نآمن بقضاء ربنا وقدره. الامر صعب انك تفقد ابو، يعني بتفقد انت تقريبا كل حياتك، وبالذات انه فنان ومشهور وغني عن التعريف، فبتكون مأساة برضه اكبر واكبر. بس في التالي انه نسأل الله انه يتغمدوا فسيح جناته ويرحموا برحمته، هاي اهم اشي بالنسبة الي. وارتاحوا عند ربه، ربنا حب ياخذه فاخذوا، ان شاء الله انه يكون هناك مبسوط، واحنا طالما هم مبسوط احنا مبسوطين. بعز علينا بننساهوش والناس كلها بتنساهوش، سيرته الطيبة موجودة وان شاء الله راح تظل موجودة للابد. وما كانش بالفترة الأخيرة أي تهديدات أو أي مضايقات يتعرض لها؟ ما أظنش، لا ما أظن هذا. بعدين سواء كان أو ما كان فهذا الإشي عند الشرطة ما فيش حل، يعني إنه كل الناس تعرف، الناس بهمها بالآخر تعرف النتيجة. أيات خراف نسمع غير على لساننا إحنا عائلة شفيق كبهة فهو كذب، نقطة أول السطر. اللي بده يعرف إشي بيعرف منا، وإحنا في الوقت المناسب بنعرف الناس. غير هيك ما فيش، غير باقي إشاعات، وبطلب من الناس بتشف يعني إشاعات وخريف مش محلها، لأنه الزلمة الله يرحمه خلص ترحموا عليه، ووقت ما يصير إن شاء الله جديد إلكم ولا تبقوا عارفين ويصيركم أول بأول. شكرا. عفوا.